مرحبا بالجميع. كنت قد أخبرتكم سابقا أني كنت أعمل على إنجاز مؤلف عن سيرة النبي محمد بالتعاون مع شخص يدعى سامي تقي الدين. كان قد راسلني وعرض علي مجموعة من الأفكار وطلب مني أن أصوغها مقابل تمويل لأتعابي، فبدأت العمل على المؤلف وقمت بإنجاز العديد من الفصول، إلا أن سامي تراجع فجأة عن الاتفاق المبرم واختفى تماما دون أن يقدم أي مبرر لهذا التصرف، فاضطررت للتوقف عن الكتابة لأني لست متفرغا ولا أستطيع تمويل العمل بمفردي. سأقوم تباعا بنشر ما كتبته من فصول عن سيرة النبي لكي تعم الفائدة والمعرفة. أبدأها في هذه الجزئية بدراسة تفصيلية عن أوجه التشابه بين شخصيتي النبي محمد والأب جيم جونز، صاحب أغرب عملية انتحار جماعي في التاريخ. محمد وجيم جونز. محمد هو إله المسلمين وليس الله. قد تكون هذه العبارة صادمة لمن لم يقرأ في كتب الفقه والتفاسير، فالاعتقاد السائد هو أن المسلمين يعبدون إلها يسمونه الله، ويعتقدون بأنه خالق الكون والإنسان، وبأنه هو من أرسل الرسل والأنبياء برسائل هداية للبشرية. أما محمد فهو خاتم هؤلاء الأنبياء الذي قرر الله من بعد إرساله أن يصمت إلى الأبد وينهي تواصله مع البشرية. قد يكون هذا الطرح صحيحا نظريا، لكن عمليا وعلى أرض الواقع فمحمد يتمتع بمكانة مقدسة لدى المسلمين بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، فهو نبيهم وقائدهم ومخلصهم ومرشدهم ومعلمهم، الذي أخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان العظيم بحسب اعتقادهم. محمد لم يقم بتأسيس دولة وحسب، بل كون كذلك شخصية المسلم وصاغ سلوكه وتدخل في أدق تفاصيل حياته، فعلمه ما هو الحلال وما هو الحرام، وما هو الطعام الذي يستطيع تناوله وذاك الذي يجب أن يتجنبه، كما أخبره بما وجب عليه ارتداؤه من ثياب وما وجب عليه اجتنابه، وبين له ما يمكن إظهاره من أعضاء الجسد وما يجب عليه ستره، حتى أنه فرض على المسلم طقوسا خاصة عند قضاء الحاجة، وكيف عليه مثلا أن يتجنب إخراج الريح لأنها تفسد الوضوء. يجمع علماء المسلمين على أن من يشتم محمد أو يتعرض بالإساءة لشخصه هو كافر دمه مهدور، لكنهم اختلفوا في قبول توبته، فمنهم من قال بأن توبته تنفعه فيعصم دمه بهذه التوبة، ومنهم من قال بعدم قبول توبته فيقتل، فإن كانت توبته نصوحا عفى الله عنه في الآخرة. وقد استدلوا على حكم شاتم الرسول من خلال القرآن والسنة، فقد جاء في القرآن: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أما في السنة فقد روى أبو داود عن ابن عباس أن رجلا أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي وتشتمه، فأخذ المغول وهو سيف قصير فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي: ألا اشهد أن دمها هدر. يؤمن المسلمون إيمانا راسخا بأن سيرة محمد وسلوكه وأفعاله هي القانون والتشريع، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال التشكيك فيها، حتى وإن كانت توصم بأنها مشينة وغير أخلاقية، فقد شن محمد الغارات على القبائل المجاورة ونهب ممتلكاتهم وسبى نساءهم وأطفالهم واستعبد رجالهم، ولجأ كذلك إلى تعذيب خصومه لنيل مراده، كما فعل مع كنانة بن الربيع زوج صفية بنت حيي.
فقد ورد في السيرة النبوية لابن هشام: وأتى رسول الله بكنان بن الربيع وكان عنده كنز بني النضير فسأله عنه فجحد أن يكون يعرف مكانه، فأتى رسول الله رجل من يهود فقال لرسول الله: إني رأيت كنان يطيف بهذه الخربة كل غداء. فقال رسول الله لكنانة: أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك؟ قال: نعم. فأمر رسول الله بالخربة فحفرت فأخرج منها بعض كنزهم، ثم سأله عما بقي فأبى أن يؤديه، فأمر به رسول الله الزبير بن العوام فقال: عذبه حتى تستأصل ما عنده. فكان الزبير يقدح بزند في صدره حتى أشرف على نفسه، ثم دفعه رسول الله إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة. عادة ما ينكر المسلمون هذه الحقائق عندما يتم مواجهتهم بها، لكن الغريب هو أنه عندما تثبت لهم وقوع هذه الأحداث بالدليل والبرهان من كتب التراث والسنة التي يجهلون ما جاء فيها، فإنهم يعمدون إلى الدفاع عنها، محاولين بشتى الوسائل تبريرها مهما بلغت من خسة ودناءة وانحطاط. إن سيرة محمد وسلوكه وأفعاله لا تخضع للتقييم والمساءلة وفقًا لما تنص عليه قوانين البشر الوضعية، بل هي المعيار الذي يشرع لقوانين الأرض قاطبة، فالمسلم لا ينظر للجرائم التي ارتكبها نبيه من قتل وسبي ونهب على أنها أفعال مدانة قانونيًا وأخلاقيًا، بل يؤمن بأنها مهام مقدسة قام بها النبي تنفيذًا لمشيئة الله. أوصى محمد أتباعه بالإخلاص في إيمانهم به وبدعوته حد التضحية بالنفس، فوعد الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم بأجر أعظم بكثير من المؤمنين من غير المجاهدين، وأغراهم بالحور العين من نساء يفوق جمالهن الوصف. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. عادة ما يكون قادة العبادات نرجسيين مصابين بجنون العظمة، فيستمدون إحساسهم بالقوة والسيطرة والهيمنة من خلال تكليف أتباعهم القيام بتنفيذ مهام شاقة يتطلب تنفيذها تضحيات جسام، فيقوم الأتباع بتنفيذ هذه المهام دون تردد أو مساءلة، من شن للحروب وقتل وسبي ونهب، لا لشيء سوى لينالوا استحسان النبي المزعوم الذي وعدهم بأن تضحياتهم هذه ستوصلهم إلى الجنة. غالبا ما يتمتع النرجسي بالدهاء والحيلة وممارسة الكذب باقتدار، فيقنع أتباعه بمزاعمه دون أن يتبادر الشك إلى نفسهم، مظهرا لهم إيمانه الخالص بصدق ما يدعيه، مخفيا في الوقت نفسه شعوره الدائم بعدم الأمان وخوفه من خيانة الأتباع له أو انقلابهم عليه. الأب جيم جونز كان أحد هؤلاء القادة النرجسيين الذين تمتعوا بسطوة كبيرة على أتباعه، كما ارتبط اسمه بأغرب حادثة انتحار جماعي في التاريخ الإنساني وقعت في مدينة جونز تاون في جمهورية غيانا في أمريكا الجنوبية عام 1978، والتي أدت إلى مقتل مئات من أتباع جونز. ولد جونز عام 1931 وكان بنظر الحي الذي سكن به في ولاية إنديانا طفلا مزعجا ومؤذيا. بدأ حياة الوعظ الديني منذ صغره، فقد كان يقدم خطبا دينية في المدرسة، وبحسب وصف زملائه له فقد كان واثقا من نفسه على خشبة المسرح. كان مهتما بدراسة الطب وكان يعمل بالمستشفى حين التقى بمارسيلين بالدوين فتزوجها عام 1949. درس كطالب قس في الكنيسة الميثودية عام 1952، لكنه أراد أن يؤسس كنيسته الخاصة فأسس معبد الشعوب عام 1955 في إنديانا، واتبعت كنيسته التعاليم البروتستانتية، وتم تعيينه كأب روحي للكنيسة في العام 1964.
سادت التفرقة العنصرية في الولايات المتحدة في ذلك الوقت، وهو ما كان يزعج جونز الذي دعا للمساواة ونبذ العنصرية، وكان يقف إلى جانب الفقراء والمضطهدين خاصة من السود في كفاحهم لنيل حقوقهم، كما أنه تبنى وزوجته طفلا أسودا وآخر أبيض وثلاثة أطفال كوريين. كان جونز متمردًا على الواقع السائد في ذلك الوقت، فدعا لتكامل الأعراق، وهو ما خشي منه العامة، فتعرضت زوجته للاعتداء والبصق، كما تلقى هو نفسه رسائل تهديد عديدة. وفي عام 1965 نقل جونز كنيسته إلى شمال كاليفورنيا، حيث كان قادرًا هناك على جذب المزيد من الأتباع، كما حظي باحترام وتأييد القادة السياسيين الليبراليين في سان فرانسيسكو. في عام 1974 نقل جونز كنيسته هذه المرة إلى جمهورية غايانا، وهي دولة اشتراكية في أمريكا الجنوبية، ثم ما لبث أن تبعه أكثر من 1100 شخص من أتباعه ومريديه. لكن تصرفات جونز أصبحت غريبة وقاسية، فأجبر أتباعه على العمل اليدوي لساعات طويلة، كما أقنع الرجال بأنه يتوجب عليهم السماح له بمضاجعة زوجاتهم، وحثهم على حمل السلاح لقتل كل من يحاول الانشقاق عن كنيسته. بدأ جونز بعد ذلك بالترويج لفكرة الانتحار الثوري، لكن بعض العائلات التي التحقت به في غايانا شعرت بالخطر يهدد حياتها، فبادرت بتقديم التماس إلى حكومة الولايات المتحدة للتحقيق فيما يجري. فتوجه عضو الكونغرس الأمريكي ليو رايان مع صحفيين وأقارب أعضاء المعبد إلى جونز تاون عام 1977 للوقوف على ما يجري. التقى عضو الكونغرس بجونز وأتباعه، والذين عبر بعضهم سرا عن رغبتهم بترك المعبد، فرتب رايان الأمور لسفر 17 من المنشقين إلى الولايات المتحدة. وبينما كانت المجموعة تستعد للسفر، هاجمتهم جماعة مسلحة من أتباع جونز وأطلقت النار عليهم، مما أدى لمقتل رايان وثلاثة صحفيين وأحد الأتباع السابقين. لم يتمكن أتباع جونز من تصفية كل من كان عائدا إلى الولايات المتحدة برفقة عضو الكونغرس، فعلم جونز حينها بأن المنشقين سوف يعلمون السلطات الأمريكية بما حدث، والتي سترسل بدورها الجيش لمحاصرته، فعمد إلى إلقاء كلمة أمام رعيته أخبرهم فيها بأن الجيش قادم للقضاء عليهم. وفي تمام الساعة 5 مساء من 18 من نوفمبر عام 1978 وزع جونز مشروبات الفاكهة الممزوجة بمادة السيانيد السامة، فسمم الأهالي أبنائهم الرضع والأطفال، ثم أقدموا على تسميم أنفسهم تحت تهديد السلاح. أما من كان يرفض شرب السم فكان يحقن بالسيانيد. أوصى جونز بقتل الأطفال أولاً، لكن زوجته اعترضت على ذلك فتم احتجازها، ثم أقدمت على تسميم نفسها بعد أن تم قتل الأطفال، وما هي إلا ساعات قليلة حتى غص المكان بجثث المنتحرين. فبينما تعالت صرخات الأطفال الذين لم تحتمل أجسادهم النحيلة الألم الشديد، وبينما كان الكبار يتلوون من تجرع السم، كان جونز لا يزال يخطب بأتباعه ويحثهم على الانتحار من أجل التخلص من هذا العالم الذي لم يعد يصلح للعيش. أودى هذا الانتحار بحياة 909 أشخاص من أتباع جونز، من بينهم 276 طفلاً. أما جونز فقد قتل برصاصة في الرأس، ولم يعرف إن كان قد أقدم بنفسه على الانتحار أم أنه أمر أحد أتباعه بقتله. كان جونز قائدًا محبوبًا، وكان أتباعه يلقبونه بالأب، ومع مرور الوقت تعاظم نفوذه، فأصبح يطالب أتباعه بتقديم المزيد من فروض الولاء والطاعة، وكانوا دائمًا متلهفين لتنفيذ أوامره مهما بلغ حجم التضحيات. هاجم جونز في خطبه النارية الرأسمالية والتمييز العنصري، لكن جام غضبه انصب على أعداء كنيسته من المنتقدين، خاصة المرتدين منهم، وكان قد أقنع أتباعه بأن العالم سينتهي بحرب نووية مدمرة، وأنهم الوحيدون الذين سينجون من الموت إن هم أطاعوه ونفذوا أوامره. أما محمد فقد اتسمت دعوته في مكة بالحلم والتسامح، فلم يجنح للعنف كما فعل لاحقا في المدينة، ولم يدعو أتباعه لقتال من سماهم بالمشركين دون أن تأخذهم بهم شفقة أو رحمة، واكتفى بدعوتهم إلى الإيمان بالله وتخويفهم من عذاب النار. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.
لكن ما أن بدأ يزداد قوة ونفوذًا حتى أمر أتباعه أن يتخلوا عن حياتهم وأشغالهم في مكة ويهاجروا معه إلى المدينة، فكما قام جيم جونز بفصل أتباعه عن عائلاتهم وعزلهم في غيانا عن كافة المؤثرات الخارجية ليتمكن من السيطرة عليهم وغسل أدمغتهم وتلقينهم ما يشاء من تعليمات، استطاع محمد أن يحرض أتباعه المخلصين ويقلبهم على أولئك الذين لم يمتثلوا لأوامره ويهاجر معه إلى المدينة. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. توصي هذه الآية المسلمين المهاجرين مع محمد بألا يقوموا بحماية المسلمين الذين لم يهاجروا حتى يمتثلوا لأوامره ويلحقوا به، وتذكرهم بأن الله يراقب على الدوام تصرفاتهم وأفعالهم، بل ويعلم ما يدور في أذهانهم، وكأنه الدكتاتور الغامض الملقب بالأخ الأكبر في رواية جورج أورويل الأشهر 1984. قال جونز في آخر كلمة وجهها لأتباعه: لقد بذلت قصارى جهدي لمنحكم حياة كريمة وصالحة، إلا أن زمرة من الناس جعلت حياتنا صعبة جدا بسبب أكاذيبهم، فإن كنا لا نستطيع أن نعيش بسلام دعونا إذا نموت بسلام. أحضروا الأدوية من فضلكم، إنه أمر بسيط للغاية، لدرجة أنكم لن تشعروا بآلام أو تشنجات. يتصف المؤمن بالأديان بالولاء المطلق والطاعة العمياء التي تدفعه إلى تنفيذ ما تنص عليه نصوص الكتب التي يقدسها حرفيا دون تردد أو تشكيك، وعادة ما تكون تضحية المؤمن بنفسه تنفيذا لأوامر النبي القائد أعظم برهان على إيمانه وطاعته وولائه. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يقول الطبري في تفسيره لهذه الآية: يقول الله لنبيه: قل يا محمد لليهود أنكم إن كنتم تزعمون أنكم أولياء لله من دون الناس فإن الله لا يعذب أولياءه بل يكرمهم وينعمهم، وإن كنتم محقين فيما تقولون فتمنوا الموت لتستريحوا من كرب الدنيا وهمومها وغمومها وتصيروا إلى روح الجنان ونعيمها بالموت. بينما عاش أتباع جيم جونز في رعب دائم من عقابه الوحشي، إذ كان يلجأ للضرب المبرح والإهانة العلنية كعقاب لاقتراب هفوات لا تذكر، يعيش المسلمون رعبا مشابها يتجسد بالتذكير الدائم بعذاب الجحيم، إذ وردت كلمات كالنار والجحيم أكثر من 200 مرة في القرآن. لا يقتصر الخوف على الترهيب النفسي في العقيدة الإسلامية، بل يتخطى ذلك إلى العقاب الجسدي، إذ يضرب الأطفال في المدارس التي تعنى بتحفيظ القرآن وعلوم الدين، ولا يقتصر العقاب الجسدي على الأطفال، فيضرب البالغون كذلك ويجلدون ويهانون علانية بدعوى مخالفتهم لتعاليم الدين، كما أنه من غير المحبذ أن يطرح المسلم الأسئلة التي قد تثير شكوكا لا طائل منها. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، عفى الله عنها والله غفور حليم. لم يكن باستطاعة محمد وجيم جونز تحمل أي نوع من المعارضة أو الانشقاق. كان محمد يعفو عن المناوئين الذين قاتلوه وتصدوا لدعوته إن اعتنقوا الإسلام وأذعنوا لبسط نفوذه وسيطرته، لكنه لم يسامح أولئك الذين ارتدوا عن الإسلام وسخروا من شخصه ودعوته، ومنهم عبد الله بن أبي السرح أخو عثمان بن عفان من الرضاعة وأحد كتبة الوحي. أما جونز فكان يغضب كثيرا ممن يحاول الانشقاق عن كنيسته، فيصبح هؤلاء عرضة لأكثر هجماته شراسة. يذكر أحد الأعضاء أنهم شعروا بالغضب الشديد من 8 مراهقين تمكنوا من الفرار، لأنهم كانوا يعتقدون بأن هؤلاء الفتية سيعودون في يوم من الأيام للقضاء على الكنيسة ورعيتها. هذا ما أقنعهم به جونز.
في المقابل، يمقت المسلمون المنتقدين والمفكرين العلمانيين والمرتدين عن الإسلام، فيتهم هؤلاء بالتجديف وبالردة، وفي كثير من الأحيان يقتلون ويعدمون دون أن تجرى لهم أي محاكمة قانونية، وذلك عملا بحديث صحيح عن محمد يقول فيه: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. يروى عن عكرمة أن عليا بن أبي طالب حرق قوما، فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي قال: لا تعذبوا بعذاب الله، ولا قتلتهم، كما قال النبي: من بدل دينه فاقتلوه. يعاني النرجسيون كمحمد وجيم جونز من جنون العظمة وفرط تضخم الأنا، فقد كان جونز يروج لنفسه من خلال نشرات إعلانية تقول: الراعي جيم جونز، الرائع المدهش وصانع المعجزات، يستطيع شفاءكم من كل العلل، تعالوا وشاهدوا كلمة الله تتجسد في الأرض. وفي المقابل سخر محمد دميته التي يسميها الله لتمجيده وإسباغ الثناء عليه في القرآن: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإنك لعلى خلق عظيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يدعي قادة العبادات قدرتهم على القيام بأعمال خارقة، والتي تعرف عادة بالمعجزات، فجونز مثلا ادعى قدرته على الإكثار من الطعام القليل لإطعام جميع أتباعه، إذ يروى أنه في أحد أيام الأحد تجمع الكثير من التابعين في الكنيسة، ولسبب ما لم يتوفر الطعام لإشباع الجميع، وكان من الواضح أن آخر 50 شخصا في الطابور الطويل لن يحصلوا على شيء من الطعام. فقام جونز وقال للجموع المحتشدة: نظرا لقلة الطعام، فإني أبارك هذا الطعام الذي لدينا لأزيده بحيث يكفي الجميع، كما كان يفعل يسوع في الأزمنة الغابرة. وبعد عدة دقائق من تصريح جونز المثير، دخلت إحدى العضوات وتدعى إيفا بوك، وهي تحمل بين يديها طبقين ممتلئين بالدجاج المقلي، فغمر الأعضاء سرور كبير، وهتف المحتشدون باسم جونز. لكن رجلا يدعى تشاك بيكمان أخبر عدة أشخاص كانوا واقفين بجانبه أنه كان قد شاهد إيفا وهي تعود بسيارتها حاملة صناديق الطعام من مطعم كنتاكي للدجاج المقلي، وقال مازحا: لا بد أن الكولونيل ساندرز هو من بارك هذا الطعام، في إشارة إلى مؤسس مطاعم كنتاكي. في المساء أخبر جونز أتباعه بأن تشاك كان قد سخر من قدراته، وادعى بأنه، أي جونز، كان قد أحضر الدجاج من مطعم محلي، ثم صرخ غاضبا: إن تشاك الآن مصاب بإسهال شديد، وهو يتقيأ باستمرار بسبب كذبه هذا، كما أنه يتمنى الموت في الحال من شدة الألم. بعد ساعة من الزمن خرج تشاك من المرحاض خائر القوى، متكئا على أحد حراس جونز الشخصيين، ثم نظر إلى جونز وقال بخضوع وإذعان: أعتذر يا جيم عما قلته، أرجو أن تغفر لي. بعد عدة سنوات من وقوع الانتحار الجماعي، تبين أن جونز كان قد وضع سما مخففا في قطعة من الحلوى وقدمها إلى تشاك. كذلك تنسب لمحمد القيام بمعجزات خارقة كنبع الماء من أصابعه يوم الحديبية، فعن جابر بن عبد الله قال: عطش الناس يوم الحديبية والنبي بين يديه ركوة، أي إناء من الجلد، فتوضأ فجهش، أي أسرع الناس نحوه، فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك، فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. ولما سئل جابر عن عددهم في ذلك اليوم قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15 مائة. كتب أدولف هتلر في كتابه الشهير كفاحي: معظم الناس لا تصدق الكذبة الصغيرة، بل تفضل الكذبة الكبيرة أكثر بكثير. عادة ما تكون الكذبات الكبيرة غريبة وشاذة، لدرجة أنها في بعض الأحيان تصيب المستمع باضطراب شديد، فيقف أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن يكذب هذه الكذبة ويصف قائلها بالجنون أو الدجل، وإما أن يصدقها. فإن كان المستمع يحب قائل الكذبة ويحترمه، أو كان خاضعا له لسبب أو لآخر، فإنه سيضطر إلى تصديق الكذبة أو التظاهر بذلك على أقل تقدير، حتى وإن بدا ذلك ضربا من ضروب الجنون.
تزعم الخرافة أنه لما أسري بمحمد إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه، وسعوا بذلك إلى أبي بكر فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم. إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوه أو روحه، فلذلك سمي أبو بكر الصديق. لم يكن أمام أبي بكر من خيار إلا أن يصدق أساطير محمد، إذ لم يكن بمقدوره أن يكذبه أو أن يصفه بالكاذب أو المشعوذ بعد أن وثق به وآمن بنبوته المزعومة، وتحمل في سبيل ذلك استهزاء الناس وسخريتهم منه، كما أنه كان قد أنفق مالا كثيرا على محمد ودعوته، لدرجة أنه الوحيد الذي كان يسمح لمحمد بالتصرف في ماله كما لو كان ماله الخاص. غالبا ما يحاصر قادة العبادات ومدعي النبوة أتباعهم حصارا خانقا، وذلك لعزلهم عن العالم الخارجي، فقد أسس جونز مدينته الخاصة في أدغال غيانا وأطلق عليها اسمه، وطالب أتباعه بتسليم جوازات سفرهم ووثائقهم له، فخضعوا له خضوعا تاما، بعد أن وجدوا أنفسهم محاطين بحراس مسلحين، ومن ورائهم غابات غيانا الموحشة. أما محمد فقد عمد إلى إحكام سيطرته على أتباعه في المدينة، والتي كانت تعرف بيثرب، فقام بتصفية المناوئين والتخلص منهم بشكل علني، فارضا نفسه الحاكم المطلق بأمره، وكان قد منح الأمان لجميع سكان مكة بعد فتحها إلا قلة قليلة، فقد أمر أتباعه بقتلهم حتى لو وجدوهم متعلقين بأستار الكعبة. لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله الناس إلا 4 نفر وامرأتين، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن أبي السرح. فأما عبد الله بن أبي السرح فقد أمر محمد بقتله لأنه كان أحد كتبة الوحي الموثوقين، لكنه ارتد عن الإسلام بعد أن أدرك أن القرآن من صنع محمد، وأنه لم يكن وحيا إلهيا كما ادعى، فما كان منه إلا أن هرب من المدينة واختبأ عند أخيه من الرضاعة عثمان بن عفان كي لا يجده الجند المسلمون فيقتلوه. فلما دعا محمد الناس إلى البيعة جاء عثمان بعبد الله إلى محمد فقال: يا رسول الله، بايع عبد الله، أي اقبل منه بيعته وإسلامه. فرفع محمد رأسه فنظر إليه 3، كل ذلك يأبى في تلك المرات ال3 عن الموافقة على بيعته، ثم بايعه بعد 3. التفت محمد إلى صحبه بعد خروج عثمان وعبد الله فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا، أي عبد الله بن أبي السرح، حيث رآني كففت يدي عن بيعته، فيقتله؟ فقال الصحابة: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينك؟ فقال محمد: إنه لا ينبغي لنبي من الأنبياء أن يكون له خائنة أعين، أي لا يجوز لنبي أن يضمر بقلبه ما لا يظهره للناس، فإذا كف لسانه وأومأ بعينه إلى خلافه فقد خان، وكان ظهور تلك الخيانة من قبل عينه فسميت خائنة الأعين. ادعى محمد وجود ملاكين يشتمان على كتفي كل إنسان، يسجلان أعماله من خير أو شر على مدار الثانية، فالملك الذي عن اليمين صفته أنه رقيب وعتيد، والملك الذي عن الشمال صفته أيضا أنه رقيب وعتيد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تمكن محمد من إقناع أتباعه بأنهم مراقبون على الدوام، وبأنه ما من عمل يقومون به إلا ويسجله الرقيب والعتيد، ولا أدري في الواقع إن كانت هذه وظيفة ملاك أم مخبر. تخيل عزيزي القارئ أنك تحت الرصد والمراقبة على مدار الثانية، لا تبدر منك التفاتة إلا ويسجلها الملاكان في سجل أعمالك ليعرض على الله، فيقرر بموجبه إن كنت ستدخل الجنة أم النار. ليس من الغريب أن يشعر المسلم بالذعر والقلق من مصيره يوم القيامة وهو مؤمن بوجود مخبرين يحصيان عليه أنفاسه، لدرجة أن أحد المذعورين سأل موقع الإسلام سؤال وجواب: إن كان الرقيب والعتيد يدخلان المرحاض مع الإنسان،
هل الرقيب والعتيد ملكان؟ وما وظيفتهما؟ وهل إذا دخل الإنسان المرحاض يدخلان معه؟ جاءت إجابة موقع الإسلام سؤال وجواب على النحو التالي: تبين أن الثابت في الكتاب والسنة أن كل عبد موكل به ملكان يراقبان حركاته وسكناته، ويكتبان أفعاله، ويحصيان عليه كل ما يصدر منه، سواء كان عمل خير أو عمل معصية، وسواء كان في محل كريم أو مكان مهين. ولكن لم يرد في الكتاب ولا في السنة تفسير لكيفية هذا الإحصاء، وهل يستلزم دخول الملائكة مع العبد كل مكان يدخل إليه وبقاءهم معه في تفاصيل كل عمل يعمله، أو أن الله خلق فيهما من القدرة ما تمكنهما من معرفة الأعمال وكتابتها من غير حاجة إلى مصاحبة العبد في كل مكان يدخل إليه. حرم محمد الانتحار من خلال القرآن والسنة، واعتبر أن قتل الإنسان نفسه معصية من كبائر الذنوب، فيكون قاتل نفسه عاصيا يعاقب في النار يوم القيامة. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. كان محمد أكثر واقعية من جونز، فإن كان قد حرم قتل النفس وعدها من الكبائر، فإنه مجد الشهادة والموت في ساحات القتال على نحو عظيم، إذ لم يكن الانتحار ليفيده في شيء، فقد كان بحاجة للأتباع كي يشنوا الحروب من أجله، فيقتلون وينهبون ويسلبون نصرة لله ودينه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كحال مدعي النبوة وقادة العبادات الآخرين، أسبغ محمد وجيم جونز على نفسيهما هالات القداسة، وطالبا أتباعهما بالولاء والطاعة، وفرضا نفسيهما على أنهما تجسيد لله على الأرض، فطاعتهما كانت تعني طاعة الله ونيل ثوابه، وعصيانهما كان يعني عصيان الله ونيل عقابه. وهذا بالطبع هو أقصى ما يتمنى النرجسي تحقيقه، من خلال بسط سيطرته المطلقة على أتباعه والقيام بغسل أدمغتهم بما يوافق أهواءه وتطلعاته وأهدافه. كان هذا كل ما أردت أن أقدمه في هذه الجزئية التي أتمنى أن تعود عليكم بالفائدة. في الختام وكالعادة، إن أعجبكم المحتوى فلا تنسوني رجاء من اللايك والسبسكرايب. طابت أوقاتكم بكل خير، وإلى لقاء قريب.